في سؤال عالمي دلوقتي بيتقال، هل كاس العالم عدد الفرق المشاركه فيه او عدد المنتخبات المشاركه فيه هيزيد ولا لا؟ وفي سؤال تاني اهم منه، هل الفيفا فعلا هتبيع كاس العالم ولا لا؟ خلينا نمسك في السؤال الاولاني. بالنسبه للسؤال الاولاني، هو احنا دلوقتي الفيفا المفروض ان هو هيبت في الامر في زياده عدد المنتخبات من 48 فريق ل 64 فريق ان شاء الله يوم 14 اغسطس، يعني الشهر دوت. والمفروض ان في وكاله هتقدم تحليلها كمان للقرار اللي هيتاخد يوم 11 سبتمبر القادم، فالموضوع هيبقى معروف تماما للجميع ان شاء الله في وقت قريب جدا. هل الموضوع ده مفيد لكاس العالم وممتع لكاس العالم ولا لا؟ والله في رايين للموضوع دوت. انا مع الراي الثاني، بس خلينا الاول نتكلم في الراي الاولاني. الراي الاولاني بيتقال ان لا، احنا شفنا ماتشات كتير في كاس العالم اللي فات اللي كان 48 فريق بين منتخبات يعني هزيله، وفي ماتشات كتير في ناس كتير فوتتها، وكنا نطمح ان الماتشات الكبيره تبقى بدري شويه عن كده في دور ال 16 مثلا، بس اللي حصل ان خلاص يعني كاس العالم اتلعب وتمام. وفي راي ثاني بيقول ان انا دلوقتي لما زودت عدد المنتخبات انا ابتديت اشوف منتخبات زي مثلا منتخب كاب فيردي. منتخب كاب فيردي قدم اداء عظيم جدا 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 وممتع في كاس العالم. انا بالنسبه لي لا طبعا، زود العدد طالما دي حاجه هتحسن فرص فرق زي منتخب مصر. طبعا احنا كلنا شفنا الفرحه كانت عامله ازاي، كلنا شفنا حاله الشغف اللي كانت عند الجمهور كانت عامله ازاي. حتى اللي ما بيتفرجش على الكوره هو اتفرج بدافع وطني، بدافع ان البلد يعني في اختبار مهم وكلنا لازم نبقى في ظهرها. انا بالنسبه لي الشعور ده ربنا ما يحرمنا منه. انا عايز اشوف منتخب مصر في كل كاس عالم، وعايز اتقدم في كاس العالم. انا ما بقاش موضوع دور ال16 ده يكفيني ولا حتى دور ال8. احنا في وقت من الاوقات واحنا متقدمين على الارجنتين 2-0 احنا كنا بنفكر احنا هنعمل ايه مع كولومبيا او سويسرا، فليه ما نحلمش اكتر واكتر طالما احنا شفنا ان الموضوع عادي يحصل ومن قبلها المغرب عملتها. فانا بالنسبه لي اتمنى زياده عدد الفرق المشاركه في كاس العالم ان شاء الله ل 64 فريق، يكش حتى نشوف ماتشات ما بين سان مارينو وهايتي ولا مدغشقر وقبرص. انا كل ده مش هممني، انا اللي يهمني ان انا اشوف منتخب بلدي في كاس العالم. طيب هل دي حاجه هتاثر على كاس العالم بالسلب؟ انا رايي ان لا خالص. والله اللي مش عايز يتفرج على الماتشات اللي بالنسبه له هتبقى ضعيفه ما يتفرجش. واللي متابع لكاس العالم في ناس انا اعرفها كتير تابعت يعني شبه ال 104 ماتش من ضمنهم مخرج البرنامج اللي قاعد بيضحك دلوقتي. خلاص بس ده برضو مش موضوعنا، احنا نرجع لموضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي انا نسيته. الموضوع التاني كان ايه بقى؟ السؤال التاني بقى، هل كاس العالم هيتباع وهل انفانتينو هيسيب الفيفا ولا ايه اللي هيحصل؟ طيب دلوقتي في عاصفة حصلت على انفانتينو. ليه؟ الراجل ده اقترح اقتراح ان هيتم انشاء شركة، الشركة دي هتبقى مملوكة بنسبة 80% للفيفا و20% لجهات استثمارية. الشركة دي هتبقى مسؤولة عن تنظيم كل البطولات اللي تحت راية الفيفا، يعني كاس العالم، كاس العالم للناشئين، كاس العالم للسيدات، لو هيرجعوا تاني كاس العالم للقارات، كاس العالم للانديه، اي بطوله تبع الفيفا هتبقى تحت اداره الشركه دي. طيب الهدف طبعا من الموضوع هو استثماري بحت. وللعلم كاس العالم الاخير الارباح اللي نتجت عن التذاكر وحقوق التسويق والرعايات والاعلانات وكل القصه دي كانت حوالي 15 مليار دولار. انتوا متخيلين ان الموضوع ما بقاش مكفي انفانتينو ولا الجهات المنظمه؟ بس هو الغريب في الموضوع ان هو فتح عيون واحد زي ترامب على قصه كاس العالم وان الموضوع بيزنس عظيم جدا. ويمكن تكون والله اعلم الفكره دي باقتراح منه، بس مش موضوعنا. احنا موضوعنا بقى في ردود الافعال اللي حصلت بعد كده واللي كانت يعني عواقبها هتكون كارثيه لو انفانتينو ما كانش تراجع، ان هو في الاخر اتراجع عن الفكره دي. العواقب كانت ايه؟ العواقب كانت في البدايه كده الاتحادين الاوروبي والاسيوي. الاوروبي على وجه التحديد كان اعلن ان هو مقاطعته لاي بطوله هتنظمها الفيفا، يعني كاس العالم لو بكره ما كناش هنشوف فيه منتخبات اوروبا كلها. ليه؟ لان هم شايفين ان الموضوع لا افور وانت قلبت الموضوع كله بيزنس بحت. والموضوع فكرهم شويه بموضوع دوري السوبر الاوروبي اللي كان عايز يستحدثه او كان بيترقصوا شويه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، طبعا بالتعاون مع بنوك امريكيه. كتير من رؤساء الاتحادات دعوا لاقاله انفانتينو او استقاله انفانتينو. الراجل بعدها طلع واعتذر وقال ان هو لا، واحنا زي ما احنا، لان هو
كان اعلن في ابريل اللي فات ان هو هيترشح لدوره جديده او رئاسه دوره جديده من الفيفا في الانتخابات اللي هتتعمل في مارس اللي جاي. وعلى ذكر ردود الافعال، فاحنا رئيس الاتحاد الاردني كان قدم اقتراح عظيم جدا، قال احنا ليه في سريه لغايه دلوقتي على موضوع الانتخابات بتاعه رئيس الفيفا. هو الراجل عايز يخلي الانتخابات علنيه. يعني ايه؟ يعني كل اتحاد هيبقى معروف هو اختار مين كرئيس للاتحاد الدولي للفيفا، عشان ما نجيش بعد كده ناس تعارض وناس تقول لا، وفي الاخر تلاقيهم برضو منتخبين انفانتينو. فعامة هنشوف ايه اللي هيحصل في قادم الايام. عامة هو انفانتينو في الاخر اتراجع وحاول يقدم فروض الولاء والطاعة عشان الناس تهدى شوية عليه، ويعني جايز يكون موضوع زيادة عدد المنتخبات من 48 ل 64 يعني تبقى حاجة شوية هتساعده في الانتخابات اللي جايه، وتشفع له ان العاصفه ديت تهدى شويه عليه. وشكرا.